نتيجتك طلعت، زعلان، فرحان، مش عارف هتعمل ايه، حاسس انك داخل على عالم جديد غريب لوحدك. صدقني ما اقولك انك مش هتبقى لوحدك، بس خليك معايا لاخر الفيديو هتشوف الانترو وتجيني مره تانية. ويا مساء الفل افري بودي، معاكم عمر عبد الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا شباب ويا بنات في فيديو جديد. الفيديو ده اتهرس مليون مره، وصدقني ما اقولك انك هتلاقي شبهه كتير قوي على السوشيال ميديا، بس انت ما اتكعبلتش في ولا واحد فيهم. فانا كل سنه تقريبا هعمل فيديو شبه ده عشان يتكعبل فيه ناس جديده، او انت نفسك ترجع تشوفه مره تانية لما تكون فعلا محتاجه. الناس كلها تطلع تقول لك انا جبت في ثانويه عامه كذا، مش مهم الثانويه العامه، المهم انت، المهم مستقبلك. كل الكلام ده انت ممكن تكون عارفه، بس اللي انا هقوله لك في الفيديو ده هو نابع عن خبرتي انا شخصيا من اول ما بدات شغل في حياتي، واول ما بدات دراسه لحد اللحظه اللي احنا قاعدينها لحد دلوقتي. اللي احنا كلنا فاهمينه النتيجه دي مش بتحدد مستقبلك، يعني مش ده اللي بيقول لك انك شخص هتفشل ولا حتى هتنجح، هي مجرد نتيجه للمجهود اللي انت عملته قبلها. فانت لو عايز نتيجه ordinary او اللي هي عاديه هتعمل مجهود ordinary، عايز نتيجه فوق العادي هتعمل مجهود extra ordinary. في ناس انا اعرفها شخصيا كان مجموعها في ثانويه عامه عالي جدا جدا فوق ال90 يعني، وموتوا نفسهم في الثانويه العامه، وبعد كده الناس دي ضاعت واشتغلت حاجات ملهاش اي علاقه خالص بكليات القمه اللي هم دخلوها. وعلى الصعيد الاخر اعرف ناس ما دخلتش اصلا كليات، او دخلت كليات وفشلت في الكليه مش في حياتها، ولكن نجحت في مجالاتها اللي ابتدوا ان هم يتعلموها في الوقت ده. فلو مجموعك مش عاجبك ده معناه انك مش شخص فاشل، ده معناه انك شخص هتبدا بدايه مختلفه. خليني اقول لك ازاي. تعال نحط حياتك اللي جايه عباره عن ستيبس او خطوات انت محتاج انك تمشيها واحده 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 واحده، مش جنب بعض، يعني تخلص الاولى وتخش على الثانيه. اول خطوه بالنسبه لك دلوقتي، انا هخش كليه ايه؟ خليك هنا متاكد ان اي كليه انت هتخشها مش لازم بشكل حتمي تكون مرتبطه بالمستقبل او بالكارير اللي هيجي قدام. اانا ليا صديق شخصي طبيب اسنان عمل كارير شيفت، دكتور ايهاب مسلم، افضل حد انا اعرفه شخصيا في مجال الماركتنج والتسويق والبيزنس، كان دكتور بشري. يعني سيبك بقى من حته انا هشتغل بعد الكليه بنفس المجال بتاع الكليه ولا لا، دي حاجه انت مجرد هتاخد منها شهاده فقط. فنصيحتي ليك هنا لو انت مجموعك مش عالي، اختار اقرب كليه للبيت. والله بكلمك بجد، ما تستغربش اللي انا بقوله لك ده، اختار اقرب كليه للبيت بتاعك عشان تقلل الوقت اللي انت هتضيعه في المواصلات وقعدك مع زمايلك ان انت تجيب ملازم تذاكرها او انك تحضر محاضرات. فاول خطوه بالنسبه لك انك هتختار كليه قريبه منك. لو في كلية تانية انا محكم عقلي فيها وعايز ادرسها ولكن بعيدة شوية، روح لها. انا مجرد بس بديك اوبشنز، ولكن انت اللي هتختار شكل حياتك اللي جاي عامل ازاي. ممكن يبقى عندك اوبشنز اكتر من اللي احنا اتكلمنا فيها. فمن هنا عايز اقولك ان انت اللي هتخطط حياتك، ما تستناش حد يخطط لها، لان القرار اللي انت هتاخده دلوقتي هيشكل حياتك السنين القصيرة اللي جايه. وليه بقول لك هنا سنين قصيره؟ عشان انا بتكلم هنا عن بضع السنين اللي جايه. انت بقى في وقت الكليه دي تاني ستيب بالنسبه لك، انت مش مرتبط خالص بالدراسه بتاعت الكليه فقط. يعني قصدي من هنا اقول لك ايه، انت اخترت كليه قريبه منك او اخترت كليه بعيده انت عايز تدرسها، فاين، بدات تدرس المواد اللي فيها، جميل. لو اكتفيت بده فقط فانت بتضيع عليك سنين من عمرك. محتاج تعمل ايه؟ محتاج تتعلم مهارات. اول حاجه ودي رقم واحد بالنسبه لك، الانجليش او اللغات بشكل عام، لان هتلاقي الانجليش داخل اصلا في المواد اللي انت بتدرسها، داخل في الكورسات اللي انت عايز تاخدها، داخل في الدراسات العليا لو انت عايز تعملها فيما بعد. فهتلاقي الانجليش بالنسبه لك هو ما بقاش عنصر، هو بقى نمبر 1 needed skill او اكتر مهارة انت هتحتاجها السنين اللي جاية كلها في عمرك، سواء عشان خاطر نفسك والكارير بتاعك او عشان خاطر اولادك حتى في المستقبل ان شاء الله. اتعلم مهارة تقدر تساعدك انك تفريلانس او تقدم شغل مش مرتبط بمكان. وهنا في امثله كتيره جدا، سواء كان جرافيك ديزايننج، فيديو اديتنج، كونتنت كرييشن، حتى لو مهارات خاصه بالاكسل شيتس او البي دي افس. يعني خش كده بص بس على المشاريع او البروجكتس اللي موجوده على مواقع زي خمسات او حاجه زي مستقل، مواقع الفريلانس بشكل عام. هتلاقي مطلوب بروجكتس مش محتاجه مهارات عاليه قوي، ولكن الناس اللي طالبينها ما عندهمش وقت يعملوها. فحاول تخش تشوف ايه اللي مطلوب بحيث انك تقدر انك تتعلم مهارات دي هتصب على مصلحتك انت قدام، وهتحسن من الكارير والفرص بتاعتك اللي قدام. فتلخيصا لوقت الكليه بتاعتك، انت محتاج تستغل ال4 سنين بتوع الكليه في انك تتعلم مهارات كتيره تنفعك في اي حاجه، مش في مجال واحد، زي الانجليش والفريلانسنج سكيلز اللي ذكرناها. وطبعا انت مش مضطر انك ترتبط بس بالسكيلز اللي احنا اتكلمنا عنها، ده كان بس مجرد مثال، فهو على سبيل المثال وليس الحصر. فمن هنا خليني اقول لك على حاجه كان كاتبها عدنان اللي كاتب السكريبت ده، عجبتني قوي. اللي بيبدا يتعلم بدري بيوصل اسرع. احفظها كويس. عدنان ده جايب 58% في الثانويه العامه
طيب انا ماشي، خلصت وقت الجامعه واتعلمت مهارات كتيره جدا واشتغلت شويه، اي نعم ما جبتش فلوس كتيره، ولكن لو 200 جنيه في الاسبوع هتبقى احسن من ما فيش. وخلصت الجامعه وشفت موضوع الجيش. الخطوه اللي بعد كده ايه؟ بص انت هنا وصلت لمرحله ان انت قدامك حوالي 5-6 سنين تقرر فيهم الكارير اللي انت هتطول فيه شويه. فمن هنا عايز اقول لك انك ممكن تبقى خلصت جامعه واشتغلت حاجات كتيره وانت لسه مش قادر تقرر ايه المجال اللي انا فعلا عايز اكمل فيه، وده عادي، عادي خالص. يعني لحد ما توصل سنك 26 سنه 27 سنه 28 سنه، عم ان شاء الله توصل ل 35 سنه وانت لسه ما حددتش، فاين، ما فيهاش مشكله. المهم انك مش قاعد مستني، يعني المهم انك بتسعى. فانت محتاج في الفتره دي تقعد تجرب شغلانات كتيره. يعني حتى كنت ذكرت في بودكاست مع احمد ابو زيد ان انا اشتغلت حوالي 26 شغلانه. يعني في شغلانات كنت اشتغلتها ساعتين، والله بجد، يعني شغلانات اشتغلتها ساعتين لمجرد ان انا عايز اشوف الشغلانه دي عباره عن ايه، وهل هتيجي معايا سكه ولا لا، احبها ولا لا، عايز اكمل فيها ولا لا. فاقعد اتنطط كتير ما بين الشغلانات، وده عادي. المهم انك تتعلم فعلا من المكان اللي انت داخل تشتغل فيه. فالسكيلز اللي انت اتعلمتها وقت الجامعه وقت الدراسه بتاعتك، زي الانجليش والفريلانسنج سكيلز او السكيلز كلها بشكل عام، المهارات السوفت سكيلز كلها اللي اتعلمتها، زائد الاكسبيرينسز بقى والخبرات العمليه اللي انت هتاخدها في الشغلانات اللي انت هتبدا تشتغلها بعد ما تتخرج، هتحط كل ده مع بعض هتخليك انسان فعلا عندك كل السكيلز اللي مطلوبه لاي فرصه، وهتبقى جاهز لاي فرصه قدامك. لان خلي بالك معظم الناس مثلا اللي تيجي تعمل بليسمنت تيستس في جيت واي عشان خاطر ياخد كورس انجلش، بيبقى فيهم ناس كتيره كبيره في السن. فلما باجي اساله انت عايز الكورس الانجليش ليه، يقول لي اصل جات لي فرصه كذا وضاعت، جات لي سفريه كذا وما قدرتش ان انا احصل عليها بسبب نقص في الانجليش، بسبب نقص في سكيلز معينه. فكل ما هتزود من السكيلز والخبرات العمليه بتاعتك، كل ما هتبقى جاهز لاي فرصه قدامك. فلو وصلت للمرحله دي في الفيديو او في حياتك، فانت لو خدت بالك انت هنا لحد هنا الرقم بتاع الثانويه العامه ده مالوش اي تاثير اصلا في اللي احنا اتكلمنا فيه ده. يعني مالوش اي دور حركي او دور مؤثر في اي خطوه من اللي احنا اتكلمنا فيها. وخليني اقفل بس واقول لك على حاجه موجوده ملموسه، هتلاقي ابوك نفسه عارفها. لما تروح تتقدم لواحده، ابوها هيسالك انت جبت كام في الثانويه عامه، ولا شغال ايه وبتقبض كام. فكر فيها.